تخيل كده تبقى عايش يومك بشكل عادي جدا، تصحى تشتغل ترجع بيتك، وفجأة يحصل لك موقف صغير، بس الموقف ده يغير إحساسك بالأمان تماما. الأغرب بقى إنك لما تيجي تحكي لحد اللي حصل محدش يصدقك. أهلا بيكم في أول حلقة من قناة حكايات توم، المكان اللي كل حكاية فيه ليها وش تاني. والنهاردة هحكي لكم حكاية غريبة جدا، مش لازم تكون مرعبة، لكن أكيد هتخليك تبص حواليك مرتين. يلا بينا نبدأ. حكاية اليوم بطلها شاب اسمه كريم. كريم كان عايش لوحده في شقة صغيرة في عمارة هادية جدا. حياته كانت بسيطة، شغل، أخوة، يرجع البيت، يقفل على نفسه وينام. وفي يوم رجع من الشغل متأخر شوية، فتح الباب، دخل، وفي أول ثانية وقف مكانه، مش لأن في حد قدامه، لكن لأن في حاجة كانت غلط. كرسي السفرة متحرك من مكانه. ممكن تقوله عادي، أكيد نسي مكانه، وده بالظبط اللي قاله لنفسه. دخل أوضته يبدل هدومه، فلقى الدولاب مفتوح سنة صغيرة. برضو قال عادي، يمكن استعجلت الصبح. دخل المطبخ يشرب مية، فلقى الكوباية اللي كان سايبها في الحوض متغسولة ومقلوبة على الرخامة. هنا بدأ يحس إن الموضوع مش طبيعي. كريم وقف يفكر، هو الصبح نزل مستعجل فعلا، بس هو متأكد 1,000,000% إنه ما غسلش الكوباية، لأنه أصلا كان متأخر وخرج بسرعة. في اللحظة دي بدأ قلبه يدق أسرع. لف في الشقة كلها، الباب سليم، الشبابيك مقفولة، مفيش حاجة مسروقة، ومفيش صوت. فقعد يقنع نفسه إن ده توتر، وإنه أكيد ناسي. عدى اليوم، وفي تاني يوم قبل ما ينزل الشغل قرر يعمل حاجة غريبة شوية. حط خصلة شعر رفيعة جدا بين الباب والحلق، بحيث لو الباب اتفتح وهو بره الخصلة تقع. وحط كمان معلقة صغيرة على طرف رخامة المطبخ، بطريقة لو حد خبط فيها تقع على الأرض. ونزل طول اليوم وهو مشغول بسؤال واحد: هل أنا بتخيل ولا فعلا في حد بيدخل بيتي؟ رجع بالليل، وقف قدام الباب وبص على خصلة الشعر، مش موجودة. ساعتها حس ببرودة في جسمه كله. فتح الباب ببطء، دخل. المعلقة كانت واقعة فعلا على الأرض، والصعقة إن مفيش حاجة متسرقة ولا حاجة متكسرة، ولا حتى في أي أثر يدل إن حد كان موجود. كريم المرة دي مسكتش، نزل جري على البواب وسأله لو شاف حد طلع. البواب قاله: لا يا أستاذ، محدش طلع عندك خالص، طلع عند الجيران. ولا حد شاف حاجة. وفي الآخر قرر يركب كاميرا صغيرة في الصالة. تاني يوم خرج ورجع بالليل، وأول حاجة عملها إنه فتح تسجيل الكاميرا. التسجيل بدأ عادي، صالة فاضية، هدوء، ولا أي حركة. مرة واحدة اللقطة قطعت، مش فصلت، قطعت. دقيقتين سود، وبعدين رجعت تاني. الكرسي متحرك والمعلقة مش موجودة في مكانها. يعني في دقيقتين بس حصل كل ده من غير ما الكاميرا تسجل أي حاجة. كريم في نفس الأسبوع ساب الشقة ومشى. لحد النهاردة هو مش عارف هل فعلا كان في حد معاه نسخة من المفتاح، ولا اللي حصل كان أغرب من كده بكتير. والسؤال ليكم: لو كنتوا مكانه كنتوا هتقعدوا ليلة واحدة كمان في الشقة دي؟